يا اهلا يا اهلا. خلاص بقى اجمل ايام في السنه بتخلص خلاص، وداخل علينا بقى العيد، فالواحد بيحب كده مع دخول العيد يعني يعمل جو كده بهجه واختلاف. فاكرين فيديو المشتريات اللي نزلته معاكم قبل كده، وكنت جبت فيه حاجات متنوعه للبيت. فانا كنت عندي طقم الملايات ده كان من ضمن الحاجات اللي انا جبتها. عندها قلت بقى خلاص ده هفرشه على قرب العيد كده، عشان خاطر احس كده ايه يعني باختلافه. بصراحه كان من الحاجات الحلوه قوي. كنت اول مره اجيب اللون ده بجد. يا جماعه حاولوا تخرجوا فعلا بره الصندوق يعني. انا كنت دايما بشوف ان لا، بحب اعمل ماتشنج في الالوان، واشوف الالوان لازم يبقى فيه تناسق مع بعض. وبجد فعلا لما خرجت بره الفكره دي لقيت لا، انها احلى بكتير، وان انا كان فايتني كتير فعلا. يعني انا مثلا عندي السرير لونه بيكون مدي كده شويه على الاوف وايت او من درجات البيجات يعني، فكنت دايما ادور على حاجه تليق مع اللون ده. بس المرة دي حسيت ان لا، يعني ليه لا ما نجيبش حاجة كده مبهجة مختلفة، وفي نفس الوقت مش هتبقى برضو شاذة قوي. يعني احنا ممكن بحاجة بسيطة نقدر نعمل ماتشنج من بعيد. يعني مثلا زي كاشن مثلا تتحط، او ثرو يتحط على السرير يكون قريب من اللون، فهتبصوا تلاقوا الدنيا مش بعيدة قوي عن بعضها. فبجد جربوا الفكرة دي. مش كل حاجة بتمشي بالايه ان احنا نظبط الالوان سوا. المهم انا فردته بصراحة، طلع يعني الماتيريال بتاعته عجبتني. طلعت الخامة زي ما كنت شرحت لكم قبل كده، الخامة بتاعته قطن وجميلة. وهو بيبقى طقم كامل كده مع بعضه. بيجي 5 قطع، 6 قطع سوري، يعني الملاية والاربع مخدات. وكمان بيجي معاه الكفر بتاع اللحاف. طبعا في اطقم بتبقى بالكفر وفي من غير. بس بصراحة يعني عشان تكملي الشكل العام بتاع السرير، فبصراحة الأحسن حاجة إن انت تجيبي طقم الملاية دايما يكون معاه الكفر بتاع اللحاف. وده كمان يعني مش بينفعني بس في الشتاء، لا كمان أنا بينفعني في الصيف، بحطه على اللحاف الصيفي. او لو عندك كوفرتة صيفي بتحطيها، بس الكوفرتة مش بتحتاج كفر قوي، يعني اللحاف الصيفي بيكون افضل كتير، عشان خاطر بيبقى ايه بيدي شكل حلو كده للسرير. المهم بقى فرشتها كلها وخلصتها، عشان النهارده بقى يعني هاخدكم معايا اوريكم مشتريات. استنوا لاخر الفيديو في مشتريات العيد اللي متعودين عليها كل سنه. كل سنه وانتم طيبين. خلاص العيد على الابواب. واكيد طبعا يعني فيكم اللي جاب حاجات خلاص، وحبيت كده اوريكم الحاجات اللي انا جبتها، عشان لو لسه حد ما جابش كده يتشجع وينزل يجيب حاجات. في حاجات حلوه قوي بصراحه، بس عايزه اللي يدور ويعرف الاسعار ويشوف، علشان في حاجات اسعارها بصراحة بقت اوفر ومستفزة جدا. لكن ستيل في اماكن بتديكي برضو اسعار كويسة، وقصادها جودة وماتيريال حلوة يعني، زي ما هتشوفوا كده معايا في الفيديو. كمان في شوية حاجات كده جبتها من المفروشات برضو حلوة قوي. المهم قولوا لي بقى رأيكم في التعليقات تحت، واكتبوا لي كمان لو عايزين تعرفوا العناوين والاسعار، اكتبوها تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم. يلا بينا. بصوا بقى، انا المره دي جبت من مجموعه محلات مختلفه. وكلها يعني في منكم اللي هيشوفها لاول مره، واعتقد في منكم اللي ممكن يكون عارفها. فانا هقول لكم برضو الاماكن والعناوين. لو انتوا عايزين اي عنوان اي حاجه من الاماكن اللي انا هقول لكم عليها، اكتبوا لي في الكومنتات تحت وهرد عليكم. بصوا دي اول حاجه جبتها من محل اسمه ميرابيلا. بصراحه الحاجات اللي عنده شيك وحلوه قوي ومختلفه، بحس انها مختلفه يعني. وكمان بيجيب حاجات تركي مستوردة من بره، فبتبقى لذيذة جدا. على فكرة بيجيب التركي بأسعار حلوة قوي، أحسن بكتير من أسعار محلات تانية يعني. اللي انتوا بتشوفوه في المحلات التانية الاسعار التركي عالية قوي، لا هما بيجيبوها عشان هما مستوردين يد اولى، فبيجيبوها بسعر حلو قوي. المهم جبت من عندهم الجاكيت ده، هو بيبقى انفينيشد كده من تحت، ومعمول كده هاند ميد. فبصراحة من الحاجات اللي عجبتني، يتلبس بقى على الدريسات، مثلا الكات في الصيف، يتلبس مثلا على شميز زي ما انت عايزة بقى وظفيه. هو لونه حلو بس كان محتاج يتكوي بس. في محل تاني بقى روحته كان عامل تخفيضات 50%. كان في قسم للشتوي عليه 50%، وكان منه الكود ده. عجبني قوي ان الكم بتاعه كده كابوتونيه، وشايفين يعني التقفيل بتاعه عامل ازاي، القماشة نفسها صوف، فشكله كان حلو قوي. وسعره بصراحة كمان يعني كان ولا حاجة، كان تقريبا عامل 400 جنيه بعد الخصم. التقفيل بتاعه عجبني حلو قوي، وكمان سعره كان مميز. فجبت من عندهم كذا حاجة بما انهم عاملين
تخفيضات. كان في كمان عندهم حاجات صيفي وشتوي، على فكرة التخفيضات دي لسه مستمرة لحد دلوقتي. لو انتوا عايزين تروحوا تتفرجوا وتشوفوا، عندهم موديلات اكتر من دي بكتير وحاجات حلوة قوي هتعجبكم. اسعارهم هايلة بصراحة. ده كان شميز. بصوا الكم بتاعه عامل ازاي، هو جاهز كده يعني، وطويل، والماتيريال بتاعته خفيفة وطرية، ومن الماتيريال اللي هي الباردة دي، بتبقى حلوة قوي في الصيف. ممكن تلبسيه بقى مفتوح وتحتيه كده اي تيشيرت، بيبقى شكله حلو قوي. القماشة نفسها عجبتني، وكان واسع وستايله حلو جدا. ده كان سعره برضو تحفة عندهم. حتى الصيفي عندهم أسعارهم حلوة قوي، فهم عاملين تخفيضات على حاجات صيفي كمان، مش بس الشتوي. جبت من عندهم كمان السوت دي. هو في بقى منها أشكال وألوان كتيرة قوي. بصوا الماتيريال، انتوا عارفين بقى اللي هي القماشه المضلعه دي طالعه ترندي قوي الشتا ده. فبصراحه من الحاجات الحلوه قوي اللي تنفع في التوقيت ده بالذات، اللي هي مش خفيفه ومش تقيله. والقماش عندهم لا، بتحسوا ان هو فضفاض كده، مش ايه مش بيبخلوا في القماش، لا الحاجه بتبقى فضفاضه وواسعه. بصوا كمان الجاكيت بتاعها عامل ازاي، يعني حتى فيها الجيب كده جلد، والناحيه التانية متطعمه بجلد برضو، والسوسته اللي فيها الكواليتي بتاعتها حلوه قوي. كمان السوسته دي بتقدري تستعمليها انك توسعي بيها يعني لو انت حابه من تحت ما يبقاش ضيق عليكي قوي، فانت بتوسعي بالسوسته دي وبتلبسي تحتيها اي توب او حاجه. بصوا كمان الظهر بتاع الجلد قطيفه ازاي. فبصراحه الحاجات عندهم حلوه جدا، كخامه وكسعر في نفس الوقت. من المحلات بصراحه اللي انا مش ندمانه ان انا اشتريت من عندهم. وده مش اعلان ليهم خالص والله، بس هم استيل عاملين الاوفر لحد دلوقتي، فانا قلت ليه لا تستفادوا بالاسعار الكويسه دي، والماتيريال بتاعتهم كمان الحلوه. ف جود لك يعني لاي حد عايز يروح ويتفرج ويشوف. عندهم كمان حاجات اشكال يعني اكتر من كده بكتير. رحت كمان ماكس، جبت من عنده عامل برضو في حاجات عليها تخفيضات، فانا جبت من عنده اللي هي انتوا عارفين البيسكس اللي هي بتتلبس، تلبسيها تحت اي حاجه، تحت جاكيت، تحت شميز. فالحاجات اللي احنا ما بنستغناش عنها ابدا. عنده بقى منها الوان كتير واشكال كتير، واسعارهم حلوه جدا. انا بصراحه مش فاكره سعر كل حاجه ايه، بس لو حابين تعرفوا سعر اي حاجه ممكن اشوف الريسيت واكتب لكم في الكومنتات تحت، فلو حابين تسالوني على اي حاجه. ده كمان الماتيريال بتاعته ناعمه وكمان حلوه قوي في التوقيت ده. تقدري تلبسيه كمان، تقدري تعملي منه بيجامه في البيت على بنطلون عندك، هتغيري شكل بيجامه قديمه مثلا. فدي برضو من الحاجات اللذيذه. هناك كمان لو انتوا عارفين بيبقى عندهم قسم للشنط، هم بيحطوا فيه شنط متنوعة، وبصراحة دي كانت أول مرة اشتري من عندهم. أنا ما جبتش من عندهم شنط قبل كده، بس بصراحة عجبتني قوي الشنطة دي، حسيت ان شكلها مختلف كده. هي بتتمسك في الإيد أكتر، بس لما بعد كده اتفرجت عليها لقيت ان ليها كمان إيد طويلة، بتقدري تركبيها وتستعمليها كشولدر. ومعاها زي ما انتوا شايفين الجزء ده كده، اللي هي الميني باج دي، اللي تحطي فيها بقى ايه، المحفظة، الموبايل، الحاجات الصغيرة اللي انت بتخافي عليها انها مثلا تضيع جوه الشنطة او كده، فبتحطيها وتقفلي عليها. الكواليتي بتاعت الجلد بتاعتها كانت طرية وحلوة قوي، عجبتني بصراحة. حسيتها قريبة قوي للجلد الطبيعي، هي اكيد مش جلد طبيعي، بس عجبتني قوي، كانت طرية وحلوة. وزي ما قلت لكم ليها دراع طويل كده، انتي بتطوليه او بتقصريه براحتك. انا بصراحة يعني انا ركبته عشان اوريكم شكلها ايه، بس انا حابة شكلها اكتر من غير الدراع الطويل ده. ده اللي مميز شكلها بالنسبة لي. وبصراحة أول مرة أجيب من عندهم شنط. لو حد فيكم بقى جرب الشنط بتاعت ماكس قبل كده، قولولي بقى، يعني هي من الحاجات اللي هي الكواليتي بتاعتها بتبقى كويسة وبتستحمل كده، ولا بتبوظ بقى على طول؟ اكتبولي قولي رأيكم ايه. ف انا جبت بصراحه واحده بس. وكمان بيبقى عندهم قسم كمان فيه اكسسوارات وتوج بقى للولاد، لو عندك بقى بنانيت او حاجه. انا جبت كمان كذا توكه كده لبنتي. كمان وانا هناك عديت على ال سي وجبت منه الفوت وير ده. من الحاجات الحلوه قوي، هو عامل تخفيضات كبيره قوي على الحاجات الشتوي اللي هناك، لو حد عايز يروح ويتفرج. فلقيته عامل تخفيضات على كل الشتوي تقريبا، فدي عجبتني قوي. قليل لما بلاقي منه المقاس الكبير ده، لان بصراحه معظم المقاسات بتبقى صغيره. فشكله عجبني قوي، وقلت اجيب واحد بقى نعينه ان شاء الله للشتاء الجاي.
في بقى محل تاني بصراحة هو بالنسبة لي كان اكتشاف، وكنت أول مرة إن أنا أتعامل معاهم، بس اللبس بتاعهم مختلف تماما، يعني تحسوه في حتة تانية. اللبس بتاعهم عارفين انتوا حاجات كده بنانيتي قوي كده في نفسها، ولذيذة قوي في اللبس، اللي هي الكروب توبس والبناطيل الجلد والحاجات دي. فحبيت ان انا اجيبه كده واعمله طقم العيد. حاجات كده ممكن تجيبيها وتلبسيها في البيت، بتغيري شكلك، تبقي شكلك كده ستايل وحلوة في البيت. مش كل حاجة ان انتي تهتمي بشكلك بره، لا، شكلك في البيت بصراحة بيكون اهم كتير. فحبيت ان انا اعمل طقم للعيد كده في البيت يكون شكله مختلف. قولولي بقى رأيكم ايه. هو لونه كده البنطلون كده جلد اسود، وعليه دي برضو بتبقى زي كروب كده شوية، لانها جاية قصيرة من ورا اكتر كمان، والكم بتاعها بافي كده، واستك الماتيريال بتاعتها حلوة قوي، ماتيريال اللي هي القطيفة الناعمة قوي، اللي هي مش مبطنة، اللي هي تعتبر مش تقيلة ومش خفيفة، فمناسبة قوي للجو ده. فاصل القصه بتاعتها عجبتني قوي بصراحه، فجبت الاتنين كده كل واحد منفصل، انا اللي عملتهم كده ايه طقم مع بعض. فقولولي بقى رأيكم ايه في الكومنتات. واخيرا بقى ده محل ادوات منزليه فيه كل حاجه، يعني من الابره للصاروخ فعلا، خاص بتجهيز العرايس كلها. برضو من المحلات اللي اول مره اتعامل معاها، يعني تقريبا الفيديو النهارده كل المحلات اول مره اتعامل معاهم، وبصراحه ما خيبوش ظني. الاماكن حلوه جدا واسعارها كويسه والماتيريال حلوه. فانا جبت من عنده 2 دفايه للسرير، لان فعلا كنت محتاجه اغير شكل السرير. الدفايه عندي خلاص يعني كمان بقالها كتير قوي، وحسيت ان انا محتاجه اغير اللون. فاحسن توقيت تشتري فيه الحاجات الشتوي طبعا هو التوقيت ده. كانوا عاملين عليها برضو ديسكاونت، فجبت منها 2، وطلع مقاسها بصراحة مظبوط قوي. كنت خايفة مقاسها ما يظبطش على السرير، لان هم استغربت يعني مورانو بصراحة ده نداء ليهم هنا ان هم مش بيكتبوا المقاسات عندهم في الديسكريبشن اللي بيحطوه هنا على الدفاية، مش مكتوب عليها اي مقاس خالص. حتى اصحاب المحل نفسهم كانوا مش عارفين يفيدوني خالص في المقاس. المهم كانوا متفهمين جدا، وقالوا لي يعني خديها في البيت، ولو المقاس طلع مش مظبوط ممكن ترجعيها عادي، مفيش مشكلة. فانبسطت قوي ان انا لما روحت البيت حاولت اشوف المقاس بتاعها، لقيته فعلا مظبوط جدا على السرير. الماتيريال بتاعتهم بصراحة حلوة قوي، انا اول مرة اجيب من مورانو. فانا عارفة ان هي ان هم ليهم اسم يعني، لكن اول مرة بصراحة اشتريها، لكن عجبتني. بصوا حتى الوش بتاعها زي الظهر بالظبط، ما تحسوش ان في فرق. الماتيريال ناعمة جدا جدا بصراحة. وخلاص بس دول كده ايه هيتعانوا خلاص، يعني الجو انتوا عارفين ابتدى يتحسن، فمش محتاج دلوقتي قوي دفايات. بس انا جايباهم ان شاء الله للشتاء الجاي. لقيت كمان عندهم ملايات، وانا فعلا كنت محتاجة جدا اجيب ملايات للسراير بتاعت الاولاد عندي. ما كنتش جبت بقالي فترة، فقلت نجدد بيها كده على العيد، وجبت لهم 2 للسريرين عشان يبقوا الاتنين زي بعض. فجبت لونين مختلفين بصراحة، ألوانهم كانت حلوة قوي. أول واحدة دي كانت سترايب شوية كده، هي مش سترايب بس مدية الديزاين بتاعه. فالقماشة بتاعتها برضو عجبتني. من الحاجات يعني اللي تاخدي بالك وانتي بتشتريها عشان ما تقعيش فيها بصراحة، تكون القماشة بتوبر او مش كويسة في الاستخدام، انها تكون بتتكرمش معاكي شوية. القماشة الناعمة قوي دي ما بتبقاش حلوة في الاستخدام خالص، لانها ما بيبقاش فيها نسبة قطن اصلا. لكن كل ما كانت بتحسيها بتكرمش معاكي شوية بيبقى فيها نسبة قطن، لان مفيش حاجة طبعا قطن 100%، لكن في حاجة بتبقى نسبة القطن فيها عالية، وفي حاجة أقل. وفي حاجات طبعا زي ما انتوا عارفين اللي هي البركال دي ما بيبقاش فيها نسبة قطن خالص. فعجبتني قوي كمان ان هي معاها 2 خدادية مش واحدة بس. يعني معظم الحاجات اللي انا زي اللي اشتريتها من ايكيا وكده بيكون فيها خدادية واحدة، لكن دي كان معاها 2، ومقاسها كمان حلو قوي، اللي هي 50 في 70. والاستك بتاعها كمان عجبني جدا، مش يعني لا، استك الكواليتي بتاعته كويسة. فان شاء الله برضو دي من الحاجات اللي هستخدمها وافرشها معاكم ان شاء الله على ليلة العيد كده، اوريها لكم في الفرش، واقول لكم بقى رأيي فيها بعد ما نغسلها بقى ونشوف هتوبر ولا هتبقى كويسة. وبس دي كانت كل كده المشتريات. اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا لو وصلتوا معايا لاخر الفيديو هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد. كل سنة وانتم بألف صحة وخير.